السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم زهرة. في الركن الدافي ده من الدنيا هنحكي عن البنات، عن القلوب الصغيرة اللي بتمشي حوالينا وتنور البيوت زي الفوانيس. هنحكي عن الطفلات اللي بيضحكوا من غير خوف، وبعد شوية بيكبروا بسرعة، صوتهم بيهدى وضحكتهم بتبقى خجولة، وبراءتهم بتتحول لحذر، وبيبدأ جواهم سؤال صغير: هو أنا كده كويسة؟ في السلسلة دي من الطفلة للست، رحلة زهرة الأنثى، هنرجع ورا شوية لأول البدايات، للمكان اللي فيه اتحطت أول بذرة في قلب كل بنت. كل أنثى كانت طفلة في يوم، ضحكت، خافت، جريت، استخبت، دورت على أمان في حضن أمها أو في عينين أبوها. ومن اللحظة دي بدأت الحكاية. ربنا قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المائدة 32. وأوقات يا صديقتي مش بنحيي روح بكلمة علاج، لكن بكلمة حب، كلمة بسيطة تتقال لطفلة صغيرة، تبنيها من جوه وتخليها تكبر وهي مطمنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. تخيلي بقى كام صدقة بتتاخد لأم بتهمس في ودن بنتها انت جميلة زي ما ربنا خلقك، ولا اللي بتطبطب عليها لما تغلط بدل ما تزعق. بناتنا نور الحياة ودفى الأيام، بيهم البيوت بتعيش وبيهم الرحمة بتفضل موجودة. كل ما كبروا في بيئة فيها حب، كبرت معاهم الإنسانية نفسها. هنتكلم النهاردة عن أول نظرة في المراية. فاكرة أول مرة بنتك وقفت قدام المراية؟ كانت صغيرة بتضحك ومش فاهمة قوي هي بتشوف إيه، لكن كانت بتبص في وشها تحاول تلاقي حاجة شبهك. في اللحظة البسيطة دي وهي بتضحك أو تلعب، كانت روحها بترسم أول صورة لنفسها. مش المراية اللي بتوريها هي مين، انت اللي بتوريها لها بنفسك. لما بتبتسمي وهي بصالك، هي بتفهم من غير كلام: أنا حلوة، ماما مبسوطة بيا. ولما تضحكي لضحكتها، هي بتتعلم إن الفرح آمن وإنه صوتها مش مزعج. بس لما تبصلها بنقد أو بكلمة كده على الهوا: شعرك مش حلو النهاردة، أو اسكتي شوية بقى، هي مش هتفهم قصدك تربيها، هي هتفهم إن فيها حاجة غلط. الطفلة بتتعلم نفسها من نظرتك، من صوتك، من حضنك. لما بتطبطبي عليها بعد ما تقع، هي بتتعلم إن الغلط مش آخر الدنيا. ولما تضحكي وهي متوترة قدام الناس، هي بتتعلم إن الإحراج مش عيب، ده طبيعي. بس لو زعقتي فيها أو خلتيها قدام الناس حتى بكلمة صغيرة زي بس خلاص اسكتي شوية، هي بتتعلم إن صوتها تقيل على الدنيا، فتسكت وتفضل ساكتة سنين. ربنا قال: وقولوا للناس حسناً. البقرة 83. فما بالك بأول ناس، بولادنا اللي لسه قلوبهم بيضة، كل كلمة بنقولها بتتكتب جواهم. بنتك وهي واقفة قدام المراية مش بس بتشوف نفسها، بتشوف انعكاسك فيها. لو لقت في عينيكي نور هتنور، ولو لقت تعب ورفض هتتعلم ترفض نفسها. الدراسات بتقول إن صورة الطفلة عن نفسها بتتكون من وهي عندها 2 لحد 7 سنين، وإن أكتر من 70% من ثقتها بنفسها جاية من تفاعلك أنت معاها كل يوم. بس الصراحة إحنا مش محتاجين دراسات عشان نعرف كده. كلنا فاكرين نظرة أمنا لينا وإحنا صغيرين، نظرة واحدة كانت ممكن ترفعنا السما أو توقعنا في شك من نفسنا لسنين. لما تقولي لها ما شاء الله ضحكتك حلوة، انتي بتبني ثقة. ولما تقولي لها غلطتي بسيطة المهم انك حاولتي، انتي بتزرعي شجاعة. لكن لما تقارنيها أو تلوميها باسم الحرص: شوفي بنت خالتك عاملة ازاي، انتي بتكسري حاجة صغيرة جدا جواها،
الإحساس إنها كفاية. في بنت صغيرة سألوها وهي عندها 5 سنين: مين أجمل واحدة في الدنيا؟ قالت بكل ثقة: ماما. وبعد 2 بس قالت بخجل: "مم، مش عارفة". إيه اللي اتغير؟ كلمات بسيطة، نظرات عابرة، أو نقد مش مقصود، بس كان كفاية يخليها تشك في نفسها. أول نظرة في المراية مش مشهد عابر، دي لحظة بتبدأ منها حكاية البنت مع نفسها. يا إما تشوف في عينين أمها الحب، يا إما تشوف سؤال مش هيسيبها طول العمر: هو أنا كفاية؟ هي لحظة صغيرة قوي، بس قادرة تغير حياة. فوانتي واقفة جنبها أول مرة قدام المراية، ابتسمي وقولي لها: ربنا خلقك جميلة زي ما انتي. تعرفي يا أم البنوتة، البنت وهي صغيرة مش بس بتتعلم تمشي أو تتكلم، دي كمان بتتعلم إزاي تشوف نفسها. بس الغريب إن المراية الحقيقية مش الزجاج اللي في الحيطة، المراية الحقيقية هي إنتي. كل ابتسامة منك، كل حضن، كل تصحيح، كل نظرة فخر أو خيبة أمل بيتخزن جواها، كأنك بتحفري على المراية اللي هتفضل تبص فيها طول عمرها. علم النفس بيقول إن أول صورة بيكونها الإنسان عن نفسه بتيجي من انعكاس الحب اللي بياخده من أول ناس حواليه، وغالباً أولهم الأم. يعني لما البنت تحس إنك فخورة بيها حتى لو غلطت، هي بتتعلم تقف تاني وتحس إنها تستاهل المحاولة. لكن لو حست إن كل مرة بتغلط فيها بيجي بعدها الزعل أو تأنيب، هي بتتعلم تخاف من نفسها وتحاول دايماً تبقى زي ما انتي عايزة، مش زي ما هي فعلاً. وده اللي علماء النفس بيسموه self-concept distortion، تشوه في مفهوم الذات. البنت ما تبقاش عارفة هي بتحب إيه فعلاً، ولا هي حلوة ولا لأ، ولا رأيها ليه قيمة ولا لأ، لأنها طول الوقت بتقيس نفسها بعينيكي انتي. ربنا قال في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنى. والأقرب للناس دي هم أولادنا. يعني التربية الحقيقية تبدأ بالكلمة مش بالتأديب، بالحوار مش بالخوف. وسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان أحن الناس على الأطفال. لما شاف حفيده بيقع وهو بيلعب، ما ضحكش عليه ولا قال له خلي بالك بقى، ده نزل واحتضنه. علمنا إن التصحيح الحقيقي يبدأ بالاحتواء، وده اللي بيربي النفس قبل السلوك، وبيخلي الطفلة تكبر وفيها أمان داخلي، مش خوف من الغلط. التربية مش إن البنت تبقى مؤدبة قدام الناس، التربية إنها تبقى مرتاحة جوه نفسها، عارفة إنها لما تغلط في حضن هيفهمها مش هيحكم عليها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الكمال الجوهري موجود فيها من أول لحظة. مش محتاجة تصير كويسة علشان تحب، هي مخلوقة تستحق الحب. بس للأسف كتير من البنات بيتربوا على فكرة إن الحب مشروط. لو سمعتي الكلام بحبك، لو جبتي درجات كويسة فخورة بيكي. لكن البنت اللي اتربت على حب مشروط هتكبر وهي دايما بتحاول تثبت إنها تستاهل الحب، حتى لما تكبر وتدخل في علاقة أو تبقى أم. كل طفلة عندها صوت داخلي، صوت بسيط بيتكون من نبرة صوتك انتي. لو نبرتك فيها طيبة بيتكلم معاها برحمة، ولو فيها خوف أو توتر بيتكلمها بنفس النغمة بعدين. يعني لما تقولي لها كل شوية خلي بالك هتقعي، هي بتكبر وصوتها الداخلي بيفضل يقول لها طول حياتها خلي بالك هتقعي. لكن لو قلت لها جربي وأنا معاكي، هتكبر وهي عندها الشجاعة إنها تجرب أي حاجة في الدنيا. الطفلة بتشوف نفسها في عيونك، لو شافت فيهم حب بتصدق إنها تستحق الحب، ولو شافت خوف بتتعلم الخوف،
ولو شافت فيهم استياء من شكلها بتتعلم تكره جزء منها من غير ما تفهم ليه. كل مرة تبصي فيها لبنتك خدي بالك إن عينيكي بتكتب جملة جواها. الجملة دي هتفضل تسمعها لحد آخر عمرها. اختاري دايما إنها تكون جملة حب. رسالة صغيرة ليكي كأم: قبل ما بنتك تبص في المراية بصي انتي الأول لنفسك. شوفي البنت اللي جواكي واسأليها: اتحبيتي كفاية؟ لأنك لو لسه محتاجة حب هتلاقي نفسك بتدوري عليه من بنتك بدل ما تديه لها. بس لما تتصالحي مع طفلتك الداخلية هتعرفي تديها أمان حقيقي، مش أمان بالكلام، أمان بالنظرة، بالصبر، بالابتسامة. يا أم البنوتة، كل يوم وهي بتبصلك بتتعلم من جديد إزاي تشوف نفسها، فخليها تشوف فيكي الرحمة اللي ربنا حطها في الأمومة، مش المعيار اللي لازم توصله. النهاردة وهي بتبص في المراية قوليلها: شايفة؟ دي انتي جميلة ومحبوبة وربنا بيحبك زي ما انتي. وساعتها أول نظرة في المراية هتبقى أول خطوة في طريق حب الذات اللي ربنا بيرضى عنه. تفتكري يا أم البنوتة زمان لما كنا نقعد حوالين ست وهي بتحكي لنا الحواديت كان صوتها دايما واطي بس مليان دفء وطمانينة، كأن كل كلمة منها كانت بتحضننا قبل ما ننام. ستو كانت بتقول دايما: البنت اللي تتربى على كلمة حلوة عمرها ما تشوف نفسها وحشة حتى لو الدنيا حاولت تقنعها بالعكس. حكاية ستو المراية القديمة. تحكي ستو إن في قرية صغيرة كان في بنت اسمها جميلة. كانت بنت بسيطة جدا، شعرها مجعد شوية وبتحب تلعب في الطين وتعمل كعك من التراب. لكن أمها كانت دايما تقول لها: بصي عليكي عاملة ازاي، شوفي بنات عمك شكلهم عامل ازاي. ومع كل مرة كانت البنت تبص في المراية ما كانتش بتشوف وجهها، كانت بتشوف نظرة أمها، نظرة استياء، نظرة مش حب. كبرت جميلة وهي بتحاول تبقى زيهم، بتسرح شعرها بالعافية وتخاف توسخ فستانها، وبقت بتضحك وهي مش عايزة وتعتذر عن حاجات ما عملتهاش. وفي يوم ماتت المراية القديمة اللي في بيتهم، المراية اللي كانت دايما تبص فيها وتكره نفسها. ولما راحت للسوق تشوف مراية جديدة قال لها راجل كبير هناك: المراية يا بنتي ما بتوريش وشك، المراية بتوريكي اللي جواه قلبك. رجعت جميلة البيت وبصت في المراية الجديدة، بس المرة دي قررت تبص في عينيها مش في شكلها. والأول مرة شافت الطفلة اللي جواها، اللي كانت عايزة بس كلمة حلوة من أمها علشان تصدق إنها جميلة. من يومها وهي كل صباح تبص لنفسها وتقول: صباح الورد يا جميلة. وبعد سنين لما جابت بنت صغيرة كانت كل يوم تبص في عينيها وتقول: صباح النور يا وردة ماما. وستو كانت دايما تختم الحكاية وتقول: اللي أمه حبتها بعيونها عمرها ما تحتاج تصدق حب حد تاني. دلوقتي خدي نفس عميق وشغلي قلبك قبل ودانك. تخيلي نفسك واقفة قدام بنتك وهي بتبص في المراية لأول مرة، شايفة ملامحها الصغيرة، النظرة اللي فيها فضول وبراءة. حطي إيدك على كتفها وقولي لها بهدوء: شايفة نفسك؟ دي انتي زي ما ربنا خلقك، فيكي نور وفيكي خير ومفيش حاجة ناقصاكي علشان تبقي جميلة. خدي نفس تاني وافتكري إن كل كلمة بتقوليها دلوقتي بتتحفر في ذاكرتها زي نقش على حجر. لو في مرة عليتي صوتك أو اتعصبتي ارجعي واعتذري، مش ضعف، دي قوة. لأن البنت اللي تشوف أمها بتعتذر هتكبر وهي تعرف تعتذر لنفسها. خدي لحظة دلوقتي بصي لنفسك في المراية، مش علشان تشوفي التعب أو ملامح الوقت، لكن علشان تشوفي الأم اللي بتحاول، اللي بتتعلم كل يوم من جديد إزاي تكون حنونة أكتر وصبورة أكتر ومتصالحة مع البنت اللي جواها قبل بنتها اللي براها. خدي نفس وقولي لنفسك بصوت واطي: أنا كمان بستحق نظرة حب.
يا أم البنوتة، الحلقة دي كانت رحلة صغيرة في بحر كبير اسمه الأنوثة. بس عارفة، أجمل حاجة في الرحلة دي إنها مش بتخلص. كل يوم هتتعلمي حاجة جديدة عنها، عن بنتك وعن البنت اللي جواكي انتي. الرسالة دي مش مجرد كلام، دي وصية من قلب القلب إلى كل أم. افهمي إن التربية مش شكل ولا سلوك ظاهري، التربية روح بتتشرب قبل ما تتعلم. بنتك محتاجة تشوف فيكي طمأنينة مش مثالية، حنان مش سيطرة، حب مش مقارنة. لما تضحكي معاها مش علشان تبقي أم لطيفة، لكن علشان تقولي لها من غير كلام الدنيا لسه بخير طول ما في بينا ضحكة. ولما تعاقبيها خدي بالك إنك مش بتوجعيها، انتي بس بتعلميها حدود الحب، بس خلي الحدود دي دايما فيها رحمة. وإلى كل بنت، لو انتي بتسمعيني دلوقتي اعرفي إنك جميلة زي ما ربنا خلقك، مش محتاجة تبقي شبه حد، ولا تلبسي زي حد، ولا تمشي على مقاييس حد. كل ما تبصي في المراية قولي لنفسك: أنا بنت غالية وربنا شايفني وبيحبني. اتذكري دايما إن الله مش بيقيس جمالك بمكياجك ولا بقوامك، لكن بصفاء قلبك وبركتك في الحياة حوالين الناس. خليكي دايما بنت حقيقية، بتحب بصدق وتسامح بحكمة وتضحك من قلبها، لأنك لو ضحكتي من جوه النور اللي فيكي هيوصل للعالم كله. يلا ندعي: اللهم يا واسع الرحمة، احفظ بناتنا وبنات المسلمين من كل وجع يطفئ فيهم النور، واجعل قلوبهم عامرة بالإيمان، وعيونهم مليانة بالأمل، وأيامهم مطمئنة برضاك. اللهم علمهن أن قيمتهن فيك لا في رأي الناس فيهن، وأن جمالهن فيما خلقت لا فيما فرضت عليهن الدنيا. اللهم اجعل من بناتنا كل بنت ترى نفسها كما تراها أنت، جميلة صالحة نقية تستحق الخير كله. اللهم ارزق أمهات البنات صبرا وحنانا، وارزق بناتهن طاعة عن حب لا عن خوف، واجعل في كل بيت بنت نورا ورحمة وبركة في كل درب يسيرون فيه. صوت موسيقى يرتفع قليلا ثم يخفت، نغمة ختام دافئة. يا أمهات البنات، لو الحلقة دي لمست في قلبك حاجة، اعملي لايك وشاركيها مع أم تانية محتاجة تسمع الكلام ده، واشتركي في قناة عالم زهرة علشان تفضلي معانا في رحلة جديدة من الوعي والحنان والنور. لأن مع كل حلقة بنحاول نزرع وردة صغيرة في قلوب البنات، يمكن تكبر وتزهر جيل كامل.